مول عند ابو ياسين. تعالي نشوف ايه الجديد اللي عنده. عشان توصلي لابو ياسين خشي من عند ام المصريين، هتركبي عربيه هتنزلي اللي هو بنك ناصر، خشي بقى الشارع بتاع بنك ناصر امشي على طول، هو هتلاقيه على ايدك شمال في وش المطعم، والبوسطه اتجاه التاني طبعا مش هتبان من الناحيه دي. هنيجي بقى نشوف ايه الجديد اللي عنده في المرايات. تعالوا بقى يا جماعه نشوف عند ابو ياسين الشغل المصري ب55 جنيه المتر. في حاجات بقى اللي عايز يعمل الكريسماس يا جماعه، عايز يعمل مفارش والخداديات، كراسي اللي بتاعت السفره، في لها كذا استعمال، والملايات طبعا الاطفال اللي عايز اللي عايز يعمل طبلوهات حاجات منها ينفع برضه. ده كده شايفين الجمال، عشان الحاجه بقى مقفوله فمش هنقدر نعرض. رسومات تقليد السر دي برضه ده ايه دي؟ ده بديل اللي عايز للاطفال. بصوا الجمال بتاعها حلو قوي جميله، ده ب 55 جنيه. لا حلو. بصوا بقى الاطفال بقى هنا بقى مدلعينهم جامد قوي. بصوا تشكيله حلوه قوي كلها رسومات جميله، رسومات حلوه قوي يا جماعه. ده كده 50، البابا نور 55 يعني ده كده 50. طب كويس. ده كده 50. كنت من شويه بتقولي 55. بابا نويل بس. بابا نويل بس كده اللي 55. الحاد باللون الاخضر ده ب 55 والباقي بقى ب 50. كده 50. نكمل بقى الاسعار بقى الحاجات المصري عندنا. برضه في حاجات مثلا نظام تركيبه زي العمليه. بصوا بقى تركيبات. تركيبات دي كده زي شغل العمليه. جميله. ده 3 دي. شغل لوكس. يا جماعه الوانات حلوه قوي، يعني مش معنى كده انه مصري انه مش وحش، لا حلو. بصوا الصناعه بتاعتنا جميله. سمعت الله اكبر، شغل كل ده كده جديد. ما شاء الله. كانت في العمليه يا سلام. كل ده العمليه؟ لا مصري بس. مصري هنا المستخبي ده اقول لون الزيتوني ده. الزيت دي برضه جميله قوي. الرسومات دي جديده. زي ما اقول لك ان انا عندي ملايه من هنا موجوده من ايام من زمان قوي، قبل ما يجي التركي ويجي ولحد دلوقتي ما شاء الله الوانها زي ما هي وزي الفل. غسيل بقى تعالى كده من هنا كده. رسمة الصبارة دي ما شاء الله جميلة، بتنزل معاها المقلم تركيبة. الصبارة جميلة قوي. والفيونكة دي بتنزل ألوانها. الفيونكة دي ماشية من بدري قوي، في حاجات 3 دي كده. كل ده كله ألوانات موجودة. ماشي. بصوا كل ده المصري بتاعنا. بصوا كل ده القماش المصري. طبعا مش كل الأتواب هنفتحها عشان يعني صعب شوية. جميع رسومات ممكن بقى تمشي السادة مع المشجر اللي هنا. مش مع الساري. نحط مع الساري ومع الجبرات. بصوا بقى اوريكم الالوان كلها الساده. ده البستاج، البراون، السيمون، السكلمان ده، اكتر من 30 لون عندي في الساده. الاخضر الجنزاري والاصفر الكشمير. بصوا الالوانات الصراحه سمني جديد، السمني والبيجا. بصوا الالوان الفسفوريك اللي بتحب تدخل الالوان الفسفوريك يا جماعه موجود. من هنا بص دي درجه ودي الدرجه الثانيه. ده الساري الهندي بيمشي على الساري. الكراvat ده بكام؟ نعم ده عامل 55. نيجي بقى للساري. بقول لك المتر الساده بكام بتبيع؟ 55. ده ينفع اكياس مخدات؟ طبعا ملايات حاجات كتير. بصي والعرايس ما شاء الله بيعمل. بصوا رسمه ايه جميله. دي مع الوانهم في كذا رسمه. ممكن لو عايزه تقصي الجنبين تقسميها على نصين. كرام من تحت، وممكن تتعمل طبقه من فوق
يبقى ايه كمفرش. اه يعني هو بيتعمل مثلا بنحط جزء منها في الخداديه، يعني لو انت جيتي هتقصي هتحطي جزء من دي كده في الخداديه، ده في الوش بس، الوش الخداديه. وممكن تاخدي السرير، لو خدتي السرير كده وممكن تاخدي معاه تاني جزء تاني هتحطيها في السرير كمفرش، يبقى مفرش سرير برضه. ده كده الساري، وفي ده كده الجوبير برضو بيتعمل مكان الساري. وفي الكنارات دي برضو بالوانها. بالوانها. افرد لي كده حته من الجوبير، لان الجوبير ده بيبقى مطلوب جامد قوي. ايوه بس الجوبير جميل، وبيتعمل مفرش سفرة، ممكن تحط له بطانه ويتعمل مفرش سفرة حلو قوي الجوبير. 55. بصوا يا جماعه في المفارش بيبقى خطير قوي، وممكن تقصيه وتعمليه اللي هو النيش، هيبقى تحفه. لا جميل قوي، ممكن تحط له طبقه وممكن يتحط كده. لا هو الصراحه تحفه. وفي الملايات برضه، وبيتعمل الخداديات الصراحه، يعني بيتعمل حاجات كتير قوي. بصوا عندي اللي هي الكنارات دي المنعسات. ادي دي الكنارات دي الرسومات دي بتعمل على اسمها خداديه. الكنار بتاع الملايه دول 2 اطفال. ده بكام طقم الاطفال ده؟ 2 اطفال دول عاملين 200 جنيه. ملايتين و2 خداديه. 2 خداديه. بتاع شو عنده رسومات اطفال حلوه برضه. في بيت الوان. ودي الوان الساري سبق صورناه، بس هو زوج الجوبير ده جديد في التشكيل، لان كل اسبوع بيبقى فيه جديد. بس الجوبير الوانه الوش ده الموف والبصلي والجريف والبيج، كل الالوان. الاسمر موجود، ابيض. تمام كده عندك اللي هو شغل السري.